واش ولا المغرب قادر ينافس البرازيل، ولا داكشي اللي داز في طنجة هذه 3 سنين كان مجرد ليلة استثنائية؟ بعد أقل من 3 سنوات على الفوز التاريخي في طنجة، تيرجع المنتخب المغربي اليوم وسيبارز البرازيل يوم 13 يونيو في افتتاح موندياله الأمريكي. البرازيل تبقى عندها هيبتها، ولكن المغرب تدخل المباراة بعقلية المنتخب الكبير الآن. ما بقيناش داك المنتخب المغمور اللي تيمشي باش يدير فقط يعني واحد المشاركة شكلية، واحد المشاركة محترمة. واش فعلا المغرب اقترب من الكبار؟ هذا هو سؤال تيطرح نفسه. اي منتخب تيواجه البرازيل، اي منتخب تيكون الحديث دائما عن المهارات، السامبا، التكنيك، كوبا كابانا، ريو، يعني فيستيفال دو ريو، لي ستار، ليستوار. ما يمكنش تخرجوا على هذا الباكيج. ولكن ضد المغرب خصها تغييرات بزاف، ثقوا بيا. الماتش ديال 13 جوان في نيويورك ماشي مباراة عادية، ماشي مباراة ودية ولا هي عادية، بل اختبار عالمي جديد لمنتخب يريد أن يفرض نفسه وأن يثبت مكانته في كأس العالم 26 بعد ما أثبتها في كأس العالم 22. الأجواء مختلفة، الضغط مختلف، وحتى البرازيل داخل المباراة بأجواء مختلفة وبعقلية مختلفة. واش قادر المغرب يأكد التفوق ديالو، ولا هذه المرة البرازيل ترد الهيبة ديالها وتفوز؟ هذا ما سنناقشه في هذا الفيديو على جميع النواحي. البرازيل اليوم ماشي هي البرازيل اللي عرفوا الناس كلهم، البرازيل ديال السامبا والبرازيل ديال ايدير وزيكو وفالكاو وسوكراتيس، لا. فاين داك البرازيل، داك الخساره مع الطاليان في 82 البرازيل تغيرات وبدلات العقليه ديالها، ومشات للمدرسه الاوروبيه التكتيكيه، ومشات للنهج التكتيكي، وقيدات المهارات اللاعبين ديالها بكل ما هو تكتيكي. واليوم أنشيلوتي جاي باش يزيد يبدل العقليه البرازيل، يزولها بداك الفوضى الجميله الى آلة كرويه تفكر قبل ان تبدع. البرازيل الجديد تريد السيطره الكليه على المباراه، الاستحواذ الطويل، الضغط العالي، والتحكم الكامل في ايقاع المباراه. هذه هي البرازيل اللي باغي أنشيلوتي. الفكره الاساسيه عند أنشيلوتي شنو هي كل ما كانت عندك الكره كل ما الخصم يكون اقل خطوره، كل ما امتلكتي الكره كل ما تخليش الوقت ولا ظروف الخصم باش يهجم عليك. اليوم بغينا ولا كرهنا البرازيل تلعب بطريقه اوروبيه ماشي لاتينيه نهائيا، رغم وجود المهارات ورغم وجود فينيسيوس ورافينيا ونيمار جونيور. هادشي كله خصهم يدخلوا القالب التكتيكي. البرازيل تلعبوا ب4 المدافعين ومحور دفاعي ثابت تيحمي لي بازاريين، ومحور ثاني في وسط الميدان تيتحكم في الريتم، لا كازيميرو لا غيماريش. والناس اللي تفرجوا في المباراه البارح ضد بنما ما ينسوش بان داك اللاعبين اللي لعبوا في محور الدفاع ماشي هما الاساسيين هما ماركينوس عميد فريق باريس سان جيرمان، وداك غابرييل اللي ضيع البينالتي اللي عطى الفوز لباريس سان جيرمان. هذاك هو المحور الاساسي حاليا. بينما البارح البرازيل لعبوا لو ميليو ديفونسيف ابيتوي، وانشيلوتي تيطلب التزام تكتيكي صارم من المهاجمين حتى النجوم منهم. واش يطبقوا له داكشي ولا لا؟ هذا هو السؤال، هذا هو فين يمكن له يلعب المغرب. لكن اول ازمه تظهر اليوم هو ان الجمهور البرازيلي ما عجبوش هذا الشيء. الجمهور البرازيلي ما باغيش يربح، باغي حتى المتعه، مازال عايش على الماضي. هناك من يرى ان الفوز الممل ب1-0 هو خيانه عظمى لجوجو بونيتو، واخا يكون مجهد من الناحيه التكتيكيه ما شغلهمش هما. فبزاف الجماهير في العالم تتفكر هكذا، بغينا ولا كرهنا. هاد الاساليب التكتيكيه يمكن المدربين تيفهموها بزاف وتيتمتعوا بها، يمكن الناس اللي قراب من الكره واللي خبراء تيتمتعوا بها، ولكن الجمهور العادي تيتمتع بفوفال، ما عنده ما يدير بلا ريغور تكتيك. اللي كاين اليوم هو ان كاين الاصابات بزاف في المنتخب البرازيلي، هو الهاجس الحقيقي حاليا في داخل المعسكر البرازيلي، وكاين غيابات مؤثره، وكاين التخوف من الانكسارات، وكاين التخوف من الانتكاسات بسبب ذاك الركض العالي والضغط اللي كاين في التدريب.
وهجوميا رغم وجود النجوم كبار ما نناقشوهمش، لكن التنظيم الصارم التكتيكي الانشيلوتي تيخنق الابداع الطبيعي للاعب البرازيلي، بغينا ولا كرهنا. حيت اللاعب البرازيلي في اوروبا في الكلوب ديالو تينضابط، ولكن في المنتخب تيعاود يرجع للهويه ديالو. دابا في الماتش المغرب مع البرازيل كاين فلسفتين. المنتخب المغربي بارع جدا في التحولات السريعه خصوصا مع وهبي. لي ترانزيسيون ديفونس اتاك رابيد سي لارم فاتال ديال المنتخب الوطني المغربي. حتى الاستغلال ديال المساحات في الاظهره ديال الدفاع البرازيلي اللي ثقيل. بغينا ولا كرهنا ماركينوس ما بقاش هو ماركينوس شحال هادي. تا غابرييل ثقيل. وإلا قدينا ناخذوا لهم الكره في 30 متر ديالهم ثقوا بيا نسجلوا بسهوله وبسرعه. كاين واحد الجانب النفسي اللي مهم. الا المغرب متساعد المكانه مع البرازيل يتقلقوا يتنرفزوا يبداو يخربقوا. البرازيليين ما يهضموش بان المغرب عاود مزيرهم بعد ما غلبهم في لاميكال، ربحهم في لي يو 20 بهوبي النيت، خسر معاهم بالتحكيم في لي يو 17. ولا المغرب عنده سميه في البرازيل، دونك اللاعبيه يتقلقوا. نشوفوا في هذا الشيما الخلاصات التكتيكيه ديال الماتش البرازيل مع المغرب. لا بوزيسيون البرازيل اون جينيرال تكون ب 58 و 66% ديال لا بوزيسيون، دونك تياخذوا الكره. المغرب تيدير ان بريسيك كوردوني ني او ني با، ان بريسيك ميديون. المغرب تلعب ان بلوك ارميتيك، البرازيل تلعب لاتاك ديريكت. المغرب القوه ديالو في لا فيتاس دو ترانزيسيون، والبرازيل تلعب ان سول بيفو وكازيميرو اللي هو اللي يعطي التيمبو الفرقه كلها. دابا الا دزنا شفنا لي سيكوي بريفيرونسيال ديال البرازيل وديال المغرب، مهمه نتبعوا هذه القضيه. هنا تيبان لك في البرازيل كاين البراغماتيزم ديال انشيلوتي هو اللي مهم. لاتاكون دو بوينت ديريكت يلعبوا بان فري اتاكون دو بوينت. لو بيفو وكازيميرو هو اللي تيدوز منو الكوري كلهم، هو سيكوي بريفيرونسيال. في المغرب لا، المغرب تلعبوا بدو بيفو. Et on a plusieurs circuits préférentiels en fonction du match qui va se jouer. Donc les points clés du match sont le contrôle ou la résilience, le tahakkoum ou le sabr, les ailiers contre les latéraux, les ailiers brésiliens contre les latéraux marocains. يعني معركة وسط الميدان، وكاين الصبر ولا فرستراسيون مهمين بزاف. هذا الدوزيام شيما تشرح لنا اكثر. حاولوا تكونسونطراو على هاد لي شيما اللي عطيتكم باش تشوف لي فري سيكوي بريفيرونسيال المغرب. تشوف ان البرازيل تلعب بطريقه كلاسيكيه، المغرب تلعب بطريقه عصريه جدا. دابا نوصلوا للكونكلوزيون. يمكن البرازيل عندها اسماء كبيره، ويمكن من الناحيه الفرديه يمكننا كاع نقولوا منا شويه احسن من المغرب، وشككوا في ذلك شويه. لكن كرة القدم الحديثه لم تعد تحسم فقط بالاسماء، بغينا ولا كرهنا. ولويسي كيشرح لنا وديمونطري لنا نهار السبت اللي فات. حيت المغرب اليوم يملك شيئا اخطر مما تملكه البرازيل، يملك الانسجام والهدوء والقدره على قتل المباراه في اللحظات الحاسمه. الا نجح المغرب في الصمود امام البرازيل وفرض الايقاع ديالو الذهني على المباراه، ثقوا بيا كل شيء ممكن. لان البرازيل الحاليه تجبر راسها في واحد المنعرج بين الحلاوه اللاتينيه والصرامه الاوروبيه. مازال ما تخلصوا نهائيا من جوغو بونيتو. المغرب جبر الشخصيه ديالو منذ قطر، وبغينا ولا كرهنا هذا الماتش ديال 13 جوان هو الاختبار الحقيقي ديال الاستعداد الاني ديال المنتخب الوطني المغربي. الاختبار الحقيقي هو 13 جوان. يمكننا نلعبوا غدا ضد مدغشقر برومي ماتش، من بعد نلعبوا مع النرويج فرقه قويه، يمكن انا بالنسبه لي اقوى من البرازيل. لكن الاختبار الحقيقي واش حنا واجدين هي نهار 13 جوان. الى عجبكم هذا الفيديو، عجبكم هذا التحليل، ما تنساوش تشاركوا في القناه، تفعلوا الجرس، لايكوا الفيديو وتلايكوا القناه. تستمر الاسئله ويستمر النقاش ويستمر اسامه